ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتني جدا جدا. بصوا النهارده انا اتدبست في تدبيسه. احنا بالليل حوالي الساعه 10 كده، وجوزي بيقول لي ان حماتي جايه تتعشى معانا وتبيت، وانا مش عامله حسابي خالص ان في حاجه يعني في الفريزر او كده. تمام. ما لقيتش عندي غير لفه، ما لقيتش عندي غير العيش السوري دوت وكم قطعه كده من كنتاكي. بصوا، وعملت تومية سريع سريع كده، وطلعت العيش فك من عندي من الفريزر اهو. بسم الله. هنحاول بقى نطلع واحدة واحدة كده، ويلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على حبيب قلبك يطيب. هنعمل لها احلى عشاء، ونعمل لها حاجة حلوة كمان، سريع سريع كده، ومن غير اي تكلفة، وكل حاجة عندنا في الفريزر او في التلاجة. اي حاجة عندك هتعملي بيها على طول. انا عملت تومية كده بسرعة، هتلاقوها عندكم على القناة. تمام. وهنحط تومية كده، وقليت كام بطاطساية، وقالت البانيه الموجودة عندي، ده البانيه اللي هو الجاهز بتاع الشركات. تمام. اهو هنحط شوية تومية كده ايه بذمة، عشان تخلي السندوتش دي طعم وريحة كده. ماشي. ويلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على حبيب قلبك يطيب. هنمسك كده قطعة بانيه، هنقطعها بالطول يا بنات كده. بص، حتى لو عندكش بانيه، ممكن لو عندك بواقي فراخ، بواقي لحمة، اي حاجة عندك هتقضي الغرض، ان شاء الله لو بطاطس بس. تمام. او زي ما انتم شايفين كده، نحط شويه بطاطس، وهنقطع كام قطعه من البانيه كده. بسم الله. لو في بقى فلفل الوان، في جبنه موزاريلا، في خس، في اي حاجه حط في قلب الساندوتش. وهنحط كده كام على على الفراخ وعلى البطاطس شويه توميه برضو. بسم الله. يعني ايه، لقيت الضيوف جايلك فجأة، حماتك جتلك بالليل، اتزنقت في اي اكلة، صرفي نفسك. العيش السوري دوت برضو حاجة حلوة ان هو يبقى في الفريزر موجود، يعني لو هو ما كانش، لو كان مش موجود كنت انا اتسوحت دلوقتي. اهو هنقطع كمان فلفلاية كده ونحطها. بسم الله. والسندوتش كده بقى عظمة عظمة من الاخر. اهو بصوا، هو ناقصه بس شوية حاجات بسيطة، مش مهم، بس هيبقى تحفة ان شاء الله. هنقفل كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط بقى واحنا بنلف كده، نضغط عليه علشان ما يتفتحش مننا. تمام. اهو نقفل من الجناب كده. بسم الله. نضغط، ما تخافوش اضغطوا خالص، وما تخافوش يعني، انت خلي بالك بس عشان ما يبوش منك وخلاص. انا هحطه على الطبق كده لحد ما اخلص ايه كله. شايفين جميل جدا. طلع كمان واحد بقى ونعمله برضه بنفس الطريقة. وزي ما قلت لك، اي بواقي عندك في التلاجة وظفيها ان هي تبقى في حاجة زي كده. واي حاجة عندك زيادة ما ترميهاش في الفريزر، وشيليها طالما شغالة وطعمها حلو، نشيلها في الفريزر. اي صدور فراخ بقى عندك مثلا الاولاد ما ياكلوهاش، حاجة قطعة لحمة زادت، حبة بانيه، اي حاجة حتى لو مستوي البانيه، حتى لو مستويش اللي برضه في الفريزر. وتيجي لو عايزة تعملي بيه اي حاجة، هتطلعيه تحطيه في طبق، تحطيه في الميكرويف او في الفرن اللي عندك، وهيبقى جميل جدا وكأنك لسه عاملاه. تمام. بصوا بقى البانيه الجاهز دهوت اللي هو بتاع الشركات دوت مش حلو خالص. تمام. ما انصحش اي حد يجيبه يا جماعه، علشان انا اتدبست وجبت بصراحه، بس عجب الاطفال، يعني حلو للاطفال شغلهم شويه، لكن هو الصراحه طعمه مش حلو. تمام. مكة بنتي بتحبه جدا جدا يعني، فهي كل هاتيه مني يا ماما، فانا بعمله لها وبديه لها. فكنت جايبه كيس يعني، وعملت بعملها منه كده هي واختها وبديها، ففايض مني الكام قطعة دول. تمام. زي ما انتم شايفين، نقطع برضو فلفل وبطاطس ونحط قطعة ولا اتنين كده من البانيه. تمام. ونحط تومية عليهم. التومية ديت حرفيا بتغير طعم السندوتش نهائي. فطبعا لو في بقى مايونيز وكاتشب ومسترد والحاجات دي، بتخليه في حتة تانية خالص. بس زي ما انا قلتلكوا، هي جاية لي فجأة، وانا مش عاملة حسابي اصلا على اي حاجة خالص. بصوا، وانتوا بتحطوا التومية تخلي بالكم عشان السندوتش ممكن يبوش مننا. تمام. ماشي كده اهو. بسم الله. بصوا، ما تشوف لف الجاتو.
السندوتش دوت عشان تجيبوه من بره انتوا عارفين المبلغ وقدره يعني. دلوقتي السندوتش الشاورما او البانيه او الحاجات ديت وصل ل70 جنيه ويمكن يعدي كمان. ماشي، هو نفس الحاجات اللي احنا بنعملها كده، بس طبعا الصوصات بتاعتهم بقى والحاجات ديت هي اللي بتزيد في الساندوتش. تمام، احنا هنجيب هنا صينية او طاسة على النار، هنحط فيها شوية زيت كده يا دوب حاجة بسيطة علشان السندوتشات بتاعتنا متحرقش، عشان ده مش جريدل يعني. حتى لو جريدل برضو هنمسحه بالفرشة كده. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله. بص بقى، ما تقلبوش بالمعلقة، بالمساكة زي كده احسن لك كتير، احسن لك كتير يعني. تقدري تتحكمي فيه وتعرفي تمسكيه كويس. بصوا خد لون بسيط اهوت. اهو بصوا، هو ده اللون بقى ايه المطلوب، هو مش بيتحمر جامد. واول ما تنزليه، تنزليه على الحتة اللي هي اخر حتة في الساندوتش اللي هي مفتوحة كده، اللي هي قافلينها تمام عشان تمسك كده وما يتفكش منك. بصوا مقفولة اهي، ومهما تعمل فيه مش هيتحرك، مقفولة خلاص ومش هيتفتح منك. مش تنزلوش على وشه، نزليه على ظهره كده. باخده برضو على الجنب شوية، بحبه متحمص صراحة. بس شكله تحفة. بصوا عامل ازاي، زي ما قلت لكم. بصوا الصينية اصلا ما فيهاش زيت كتير. بصوا اهوت. بسم الله. شايفين يا بنات شكله عامل ازاي؟ تحفة تحفة بجد والله. يلا قولوا ايه رأيكم بقى. تنسونيش بلايك جميل زيكم كده، وتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا على الحبيب قلبك يطيب. تنسونيش لو انت مش مشترك عندي، اشترك عندي في القناة. يلا بينا نخش على الحلو بقى بسرعة، سريع سريع كده. المقادير ديت لازم تنزلي كل حاجة معاك عشان تبقى المقادير مظبوطة. هنعمل لكم بقى ايه صنف جميل جدا تحفة. خليكم معانا يلا. بسم الله. طبعا دي سمنة، والسمنة الجو ساقعة فبتمسك في الكوباية. واللبن. ده احنا نعمل احلى حلو النهاردة، وسريع جدا ومش مكلف، بأقل امكانيات. ولو عايزين الطريقة برضو هتلاقوها على الصفحة. تمام، بصوا كل حاجة يعني هتلاقوها ان شاء الله على الصفحة بتاعتي على القناة. وحاجات بصوا بأقل تكلفة وموجودة في كل بيت. بسم الله. كده نزلنا كل حاجة معانا، نوسع بقى مكاننا كده بالمضرب بتاعنا. بسم الله. بص بقى، ما عندكيش مضرب يدوي، ممكن بالمضرب العادي، ممكن في الخلاط، بايدك بالمعلقة كده قصدي. اي معلقة عندك بسبونج اي حاجة وتضربي كده. تمام، اهوت. ده الخليط بتاعنا بعد ما ضربته طلعت منه كوباية كده على جنب. هنشيلها بقى ايه في التلاجة. دي عايزينها الاخر خالص. انا اقول لكم دلوقتي هنعمل بها ايه. انا لسه ما حطيتش البيض عشان ما زفرش الخليط بتاعي، عشان ناخد منه كوبايه ما تكونش زفره. تمام، يلا بقى بسم الله. هننزل دلوقتي معانا بالبيض. جهز المضرب كده وننزل ببيضتين اتنين بس. وممكن نعملها ببيضه واحده كمان لو انت عايزه. تمام، وكيس بيكنج باودر اهوت. وهنعمل احلى احلى شوكليت، كيك شوكليت جميله جدا تحفه. وده الدقيق بتاعنا اهوت. انا نخله كوبايتين كده وحطهم في طبق. انخليهم مره واتنين وتلاته براحتك، عشان تدخلي فيه هوا كده وتبقى ايه هشه وجميله. بصوا، وده البيكنج باودر. ولو عندك برضو كربونات الصوديوم اللي هي بتاعت العروق السوس دي، تحط برضو معلقه صغيره او نص معلقه كده. تمام، بس مش حرامية يعني، ما تبقاش مليانه، هي نص معلقه كده صغنونه حلو. وهنضرب كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. يلا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وأهل سيدنا إبراهيم في العالمين. صدق الله العظيم. بصوا حبايب قلبي، نحط الدقيق كده تدريجيا تدريجيا يا بنات. ونضرب بقى ايه في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. المهم ندخل الدقيق كله في بعضيه، يعني كل الدقيق كده يبقى في الخليط، ما يبقاش فيه دقيق على جنب علشان هيكتل معانا لو نزل كده في الصينية. تمام، كده نتأكد ان الخليط كله في بعضيه. وننزل بمعلقة معلقة ونضرب. هتلاقيها طعمها تحفة بقى، وهتلاقيها هشة وجميلة جدا جدا معانا. اهو بصوا، زي ما قلت لكم عندكوش المضرب دوت، ممكن نعمل كل ده في الخلاط.
لو الخلاط بتاعك مش هيضربها ممكن تعمليها، هتضربي المكونات الاولانيه زي ما انا قلت كده في الخلاط، وبعدين تحطي دقيق وبالمعلقه بالمعلقه او سبونج زي كده، وهتتم ايه تضربي فيها برضك عادي بالمضرب العادي برضو، اي حاجه عندك وصرفي نفسك. بصوا الخليط عامل ازاي، والله العظيم تتاكل نيه كده، شوكولاته جميله جدا، شكلها تحفه جدا. بصوا بيبقى بالقوام ده كده. يلا نجهز بقى الصينيه بتاعتنا والكب كيك اهوت. بصوا عيل عايزين كب كيك يعني وكده، فانا قلت ايه كده كده الخليط كتير، هعمل صينيه واعملهم كام واحده كب كيك كده. بصوا انا بحط تحت معلقه او اتنين، واحط قطعه شوكولاته، وبحط معلقتين كمان فوقيه، ودي الصينيه اهيت، وده الكب كيك زي ما قلت لكم، بتحط تحت معلقتين وبعدين قطعه شوكولاته وبعدين معلقتين فوق. المهم ايه ما تمليش الورقه بتاعه الكب كيك كده عشان عبال ما تعلى معانا. وده الصينيه، وطبعا الفرن مولعه معانا وسخنه على درجه 180، وهندخل بقى ايه الصينيتين دول. تمام، احنا كده بطلنا عملنا صينيه كب كيك، الصينيه كبيره وستة كب كيك. تمام، مش هتكلفي نفسك حاجات كب كيك تاني ولا اي حاجه، هتفرحي ولادك برضك وهتظبطي الدنيا. عندنا الكب كيك طلع اهوت. بصوا هي الصينيه سخنه جدا مولعه والله، بسم الله. اهو بصوا يا جماعه، دي الكوبايه بقى اللي احنا شلناها في التلاجة في اول الفيديو واحنا بنعمل الحلو بتاعنا كده. نحط ايه عليها من فوق، هتشربها بقى وتبقى تحفه جدا جميله جدا. بصوا بقى وانتوا بتجيبوا الكاكاو الخام قولوا احنا عايزين كاكاو غامق، كاكاو اسباني اللي هو بتاع الحلويات، لان انا جبته بس جبته فاتح فلونه مش عاجبني صراحه. الغامق بيبقى حلو جدا في الكيكات والحاجات دي. تمام، اهو هنشرب بقى الكب كيك كده معانا، بسم الله، بمعلقه كده عندنا اي حاجه هيشربوا بقى، وهيبقى بصوا جميل وتحفه جدا. وطبعا الشوكولاته اللي جوه ساحت فيه خالص، فاحنا نبقى نطلع واحده ونوريها لكم، بس طبعا لما يبرد عشان الصينيه سخنه خالص انا اتلسعت كتير. بسم الله كده، نحاول نفرد الشوكولاته كده على اللي احنا شلناه في الكوبايه الخليط دوت، نحاول نفرده كده على الكب كيك كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهوت. وزي ما قلت لكم انتوا بتشتروا اي حاجه خلي بالكم. بصوا على الكيك بتاعنا اهوت، تحفه تحفه بجد يعني، شايفين. بس تعالى كده ندوق مع بعض، والله العظيم احلى من الجاتو كمان. يعني لو في كريم شانتيه وكده وقسمتها اتنين وحطيت كريم شانتيه وحطيت الطبقتين على بعض وزوقتها من فوق زي كده، هي بقت كده الجاتو اصلا. بصوا، وبكده عملت الحلو وعملت اكله كمان عشاء في 10 دقايق اهوت. خلصنا كل حاجه وظبطنا كل حاجه قبل حماتي ما تيجي هنعمل كمان كوبايه عصير وخلاص على كده. تعال نفتح لكم واحده كب كيك كده، هو برد الحمد لله، برد خالص اهوت وبقى تمام شويه عن الاول لسعني كتير صراحه. بصوا عايزه اقول لكم ان هو هش جدا جميل جدا، هو لسه دافئ اهوت بس حلو خالص. الكيكه برضو ما بردتش جامد يعني دافيه. تعالوا كده نفتح واحده من الكب كيك، نرجع دول ورا، نفتح واحده كده بسم الله. يلا كده نشوفها من جوه عامله ازاي. بصوا حبايبي شايفين الشوكولاته اهي، بصوا بسم الله، شايفين عامله ازاي. السوا بتاعها كويس جدا، الشوكولاته اهيت بس هي جمدت شويه فيها. بصوا قطنيه جدا وهشه جدا، بس الشوكولاته اهيت. ندوق بقى، تحفه تحفه. عايزه اقول لكم طعم الشوكولاته فيها جميل جدا. هتحط بقى شوكولاته فيها لازم نوع يكون طعمه حلو علشان برضه لما تيجي تاكليه تلاقيه طعمه حلو، فاهميني، تبقى طعمها يعني كده مميز. شكلها حلو جدا، لو بتقدمها بقى للضيوف تقدمها للاطفال كده، حتى لو اطفال مش بياكلوا الكيك اصلا او اي حاجه هياكلوها عشان الشوكولاته بقى. اعمل لهم ايه لهم كب كيك المفاجاه يعني، زي حاجه فيه مفاجاه، اللي هياكلها هيكسب جواها حاجه كده. هتلاقي الطفل طبعا متشجع ياكلها عشان يشوف الحاجه اللي جواها ايه.
ويلا تنسيش بقى لايك جميل زي كده واشتراك في القناة وتفعيل زي الجرس ليصلكوا كل جديد. وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.